بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معالي الوزير، فضيلة العلماء، الأخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيبني أصالة عن نفسي ونيابة عن إخوتي أعضاء مجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وأمانته العامة أن نرحب بكم جميعا في تونس الخضراء، إحدى منارات الحداثة في عالمنا العربي. وأتقدم بالشكر والتقدير للجمهورية التونسية ممثلة في معالي الأخ الفاضل الأستاذ جلول عياد وزير المالية على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر ودعمه لأنشطته وترحيبه الصادق بضيوفه، فللجميع الشكر والثناء. إن هذا المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان عريض هو التمويل الإسلامي فرص واسعة لمنطقة المغرب العربي يأتي في توقيت تشهد فيه منطقتنا حراكا كثيفا على الصعيد السياسي. دافعه الأساسي تحقيق تطلعات وآمال شعوب المنطقة في تحقيق مستوى أفضل من الرفاه الاقتصادي ومعدلات عالية من النمو المستدام. وفي هذا المجال فإن المنطقة بحاجة إلى تحديث الأسس التي تبنى عليها السياسات الاقتصادية والاستفادة من أدبيات الاقتصاد الإسلامي لوضع مثل هذه السياسات في الطريق السليم، وذلك لضمان أن يكون النمو قابلا للاستمرار وشاملا لجميع القطاعات بصورة متوازنة تضمن بشكل أساسي تحقيق هدف خلق الوظائف للأعداد المتزايدة من الأجيال الشابة التي تدخل سوق العمل في كل عام، وكذلك تحقيق هدف تعظيم الثروة على المستوى الكلي وعلى مستوى الشرائح المكونة للمجتمع. على الرغم من عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بمستقبل دول المنطقة بسبب تعقيدات الحراك السياسي وتداخلاتها مع تحديات الأزمة المالية العالمية، إلا أن ذلك لا ينفي أن لدى دول المنطقة الكثير من نقاط القوة التي يمكن البناء عليها لرسم السياسات الاقتصادية ووضع خارطة الطريق للنمو قائمة على الموارد والقدرات الذاتية. ومن أهم نقاط القوة التي تتمتع بها دول المنطقة بشكل عام نجد أن أول هذه النقاط ولعل أهمها وهو عنصر الشباب المتعلم، والذي أصبح يمثل ثقلا كثيرا، وهناك الموارد الطبيعية الضخمة، وهناك إمكانيات التكامل عبر سوق عربية مشتركة، علاوة على الموقع الجغرافي المتميز الذي يتيح لها القدرة على الوصول إلى الأسواق الأوروبية الرئيسية. إن نجاح أي برنامج من هذا النوع يتطلب في المقام الأول تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، حيث أن غياب الاستقرار يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة حتى بالنسبة للدول التي تمتلك بنية مؤسساتية اقتصادية قوية. وأود أن أنتهز هذه السانحة لكي أشيد بالجهد المقدر الذي يقوم به المسؤولين عن إدارة الشأن الاقتصادي في تونس، وبالأخص معالي وزير المالية، الذين نجحوا في إعادة التوازن الاقتصادي التونسي بشكل معقول خلال ظروف الحراك السياسي الذي شهدته تونس والمنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية، ولا زالت الانتقادات المستمرة في بعض دول المنطقة حتى الآن، وهو بلا شك إنجاز يحسب للنخبة الاقتصادية المالية التونسية، ويجعلنا مطمئنين إلى قدرة هذا الفريق على تجاوز مهددات الاستقرار الاقتصادي الكلي. الحضور الكريم، الأخوة والأخوات، كما تعلمون فقد استطاعت المؤسسات المالية المصرفية الإسلامية والعربية على حد سواء مواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية، وتمكنت بفضل الله من تجاوز الآثار السالبة للأزمة، وساهمت إلى حد كبير في استقرار الأسواق المالية بالمنطقة، وهو ما عزز بصورة خاصة من مكانة الصيغة الإسلامية. وأود أن أختم بالإشارة إلى حاجة الأسواق العربية إلى نظام مالي قادر على خلق الفرص ويمتلك الأولوية الكافية لحشد الموارد المالية ويعيد توظيفها لصالح المجتمع بصورة متوازنة تساهم في تحقيق أهداف حركة التغيير الحضاري التي تنظم مجتمعاتنا العربية.
واعتقد أن صناعة المال الإسلامية بما وصلت إليه من تطور ونضج في كافة الأسواق التي عملت فيها يمكن لها أن تؤدي دورا داعما للاقتصادات العربية الناشئة، خاصة في الأسواق المؤهلة لأن تكون سوقا ماليا مثل تونس تجري من خلالها عمليات حشد الموارد المالية وإعادة توجيهها لتمويل مشروعات البنية التحتية ومشروعات التنمية الأخرى. إن إدارة أهداف النمو والتوسع تتطلب وجود نوع من التكامل والتعاون بين مكونات الجهاز المصرفي والنظام المالي ككل على مستوى دول المغرب العربي في إطار سوق مالي إقليمي يساعد على تحقيق الأهداف أعلاه ويتكامل مع الأسواق الإقليمية العربية الأخرى كالسوق البحريني والسوق دبي والسوق ماليزيا. كما تعلمون فقد طرح الأخوة في اتحاد المصارف العربية مبادرة الشهر الماضي خلال القمة العربية المصرفية المنعقدة في روما، تتضمن إنشاء صندوق للشراكة المتوسطية يهدف بشكل أساسي للترويج للانضمام الاقتصادي بين الدول الأوروبية المتوسطية والدول العربية. وقد طرحت من خلال هذه المبادرة عدد من الأفكار البناءة، وأعتقد أن البنوك الإسلامية يمكن لها أن تطرح مبادرة شبيهة وإنشاء صندوق للشراكة يستهدف بشكل أساسي قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال التعاون القوي والشراكة بين الحكومات والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، ولا سيما البنك الإسلامي للتنمية وغرفة التجارة والصناعة للدول الإسلامية وكذلك المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية، لما يمكن أن يلعبه هذا القطاع من دور في تحقيق التوازن الاجتماعي وفيما يمتلكه من إمكانيات ستساعد كثيرا على خلق الوظائف ومحاربة البطالة في الدول العربية. مرة أخرى أتقدم بخالص الشكر والتقدير للحكومة التونسية ممثلة في معالي الأستاذ جلول عيال وزير المالية على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، ولكم جزيل الشكر على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.